عملت وصفة رقاق سهلة وسريعة ومش دسمة. تعالى اقول لكم بقى عملتها ازاي. هنعصج بقى اللحمة الاول. عندنا هنا بصلة متقطعة صغير ولحمة مفرومة ربع مفروم وشوية زيت، ونقلبهم بقى لحد ما اللحمة تستوي. وهنا معجون صلصة حطيت حوالي معلقة كبيرة. وهنا حطيت بقى البهارات ورشة سكر، ونقلبهم كويس مع بعض وملح. تمام كده. هنا بقى عندي اللي هسقي بيه الرقاق. هنا لبن على شوربة على معلقة سمنة. في ناس بتحب السمنة أكتر من كده، بس أنا بصراحة بحب الحاجات تكون خفيفة كده. وهنا بقى عندي الرقاق ده أنا اللي عاملاه، في فيديو على الصفحة بتاعتي بالطريقة بتاعته. لو حابين تشوفوه ادخلوا شوفوه وقولوا لي رأيكم ايه. هسقي بقى هنا الرقاق بتاعي، هسقيه باللبن مع الشوربة مع السمنة. هنا بقى الشوية اللي بيتبقوا بحطهم تاني وارجع استخدمهم، ما بنرميش حاجة. بسقيه بقى كويس جدا لحد ايه ما احس ان هو طري شوية كده. وبعدين بقى احطه كده في الصينية. كل واحدة هعملها بنفس الطريقة. في ناس بقى بتدهن سمنة كل طبقة، بصراحة يعني أنا مش بحبها دسمة. أنا كان عندي بس قشطة لبن كنت بحطها ما بين الطبقات. وهنا بقى حطيت بعد 3 طبقات حطيت المفروم بتاعي المعصج، ونكملها بنفس الطريقة كده. دهنت الرقاق على الوش كده طبقة قشطة، وده بسم الله ما شاء الله بعد ما طلع بصوا لونه حلو ازاي. انا عشان انا بحبه طري سقيته من الشوربه واللبن اللي انا كنت بسقي بيهم الرقاق، عشان انا بحبه يبقى كده جوسي كده وطري. وهنا بقى بعد ما قطعته، اللي مش بيحبه طري ما يسقوهوش بعد ما يطلع، انا سقيته بعد ما يطلع عشان انا بحبه طري. وبألف هنا.